السلام عليكم حبايبي تلاميذ الصف السادس، اهلا بيكم. هنحل مع بعض النهارده ان شاء الله نموذجين من بنك اسئله التوجيه التاهيليه اللي هي مذكره التوجيه اللي احنا بنقول عليها مذكره التوجيه، وهنحل نموذجين 15 و16 كمراجعه نهائيه قبل الامتحان ان شاء الله باذن الله. ربنا قدرنا كده في كل فيديو نحل نموذجين مع بعض. نبدا كده بسم الله. السؤال الاول: مربع طول ضلعه 4 سنتي، فإن النسبة بين محيطه إلى مساحته. بصوا، هو طول ضلعه 4 سنتي، خلاص، محيطه إلى مساحته. طب نفتكر مع بعض كده، محيط المربع بيساوي إيه؟ محيط المربع، المحيط بتاع المربع بيساوي طول الضلع في 4، يبقى 4 في 4 بكام؟ ب16. طيب المساحة بيساوي طول الضلع في نفسه، برضه 4 في 4 بكام؟ ب16. تمام. هنا 16 طبعا سنتيمتر لانه محيط، وهنا 16 سنتيمتر مربع لانه مساحه. طيب حلو قوي. النسبه الى محيطه الى مساحته هيبقى 1 إلى 1، وهنا 1 إلى 2. طبعا هنا النسب ده اهي متلخبطه شويه، فهي النسبه هتبقى 1 إلى 1. ليه؟ لأن أنت هتقول 16 إلى 16 اللي هي 1 إلى 1. طيب تساوي نسبتين أو أكثر، ده تعريف التناسب. اللي بيقول لي نص على 6 على بي بيساوي 2 هنا، فإن بي بيساوي، طب هقول نص زي ما هي أهي، على يخليها فيه شقلب الكسر بي على 6 على 6. الناتج ده اهو كله طلع ب2، فاحنا عايزين دي تبقى 2. خلاص، انا لو قلت دي البي، خد بالك البي ده اهي ب12، خلاص، او مش ب12، لا هتبقى ب24. ليه يا ميس؟ لان لما اقولها دي البي دي تبقى ب24، فهيبقى 24 على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها ال12، 12 على 6 فيها الايه؟ فيها الاثنين، فيبقى البي هنا هتبقى ب24 اللي هي الاجابه الاولانيه. وممكن برضو عشان ما تلخبطش نفسك تجرب كل الاختيارات اللي هو هاتها لك عشان تعرف ان دي الاجابه الصحيحه. تمام. 3 على 5 بيساوي كام في المية؟ اتفقنا قبل كده وقلت لكم خليكم حافظين النسب ده اهي، ان الواحد على الاتنين على 5 اللي هي بايه؟ ب10%. تمام، 10%. تمام، اللي هي الخمس، اللي هو الخمس اللي ب10%، الخمس ب10%. انما الاتنين المفروض ان انا بضرب في 2، هيبقى الاتنين على 5 بكام؟ يبقى الاتنين على 5 هتبقى بكام؟ ب40، لان انا بضرب تحت هنا في 20 عشان 5 تبقى 100، وبضرب فوق في 20 فتبقى ب40 ايه؟ 40%، اللي هي 2 على 5. نفس الكلام الخمسة هضربها تحت في 20، فلما اضرب فوق في 20 عشان تبقى 100 يبقى ماشي، يبقى هي 20% اساسا مش 10%، اللي هي الايه؟ الخمس 20%. هنا دي تبقى 40%، يبقى 3 على 5 نفس الكلام، هضرب في 20 تحت واضرب في 20 فوق عشان اخلي المقام 100 عشان تبقى نسبة مئوية، يبقى ب60 في الايه؟ 60%. خلاص. 5 بتساوي 4 على اكس، فإن الاكس بيساوي كام؟ هضرب ال4 في 5 ب20. بعد النقطة 1 إلى 2 عن محور اكس، اسفة، بعد النقطة 2 إلى 1، 2 إلى 1، 2 و1، اسفة، 2 و1، معلش يا ولاد. بعد النقطة 2 و1 عن محور اكس يساوي، عن بعد النقطة 2 و1 عن محور اكس يساوي بعدها عن محور اكس، يعني فوق، يبقى بعدها كام؟ بعدها يبقى 1 بس، واحدة بس. خلاص. لكن لو كان قال لي عن نقطة الأصل هيبقى ايه؟ 2، لكن بعدها عن محور اكس فهي ايه؟ اللي هو الواي، يعني الواي بنسبته بكام؟ ب1. طيب نشوف الاختيارات اللي عندي هنا. هو المفروض ايه؟ المفروض السؤال يبقى بعد النقطة على محور اكس، على محور اكس. خلاص، لو هو على محور اكس هيبقى بعدها 2، فتبقى الإجابة اللي هي الصحيحة 20 على 10، عشان 20 على 10 اللي هي بكام؟ ب2 يا ولاد. تمام. طبعا هي احيانا الايه؟ الاسئله ما بتبقاش محطوطه كويس او مش محطوطه صح. 5 على 6 في كام؟ بيساوي 1، طبعا في مقلوب الكاس ده اللي هو 6 على 5. طيب السؤال الثاني، النسبه هي مقارنه بين
كميتين أو مقدارين من نفس النوع ولهما نفس الوحدة. دي النسبة، ولازم خلينا حافظين قوي التعريفات دي. مساحة متوازي أضلاع ارتفاعه الأصغر 4، طول قاعدته 11. مساحة متوازي الأضلاع طول القاعدة في الارتفاع، طول القاعدة في الإيه؟ في الارتفاع. فهي القاعدة الكبرى بيناظرها الارتفاع الأصغر، والعكس في متوازي الأضلاع يا ولاد. القاعدة الكبرى بيناظرها الارتفاع الأصغر. فهنا هقول له 11 في 4 عشان أجيب المساحة اللي هو طول القاعدة في الارتفاع ب 44 سنتيمتر مربع. أبسط صورة ممكنة لل 108 على ال 12. حلو، ال 108 دي لو بتقبل اسم على 12 فانا هقسم على ال 12. 108 على 12 فيها كام؟ فيها 9، ان 9 في 12 ب 108 الى 12 على 12 فيها الايه؟ فيها الواحد. يبقى ابسط صوره ممكنه هي 9 الى 1. متوازي مستطيلات مجموع ابعاده 15 فان مجموع اطوال احرفه. حلو قوي، حلو قوي السؤال ده. بصوا يا حبايبي، مجموع ابعاده اللي هو طوله وعرضه وارتفاعه. حلو، مجموع اطوال احرفه هو ليه 12 حرف. ال 12 حرف ده هم فيهم كام طول وكام عرض وكام ارتفاع؟ كام مجموعه من دول؟ 4، لان دول 3 لما اقسم 4 ابعاد. يبقى ال3 ابعاد ده هم متكررين 4 مرات في متوازي الايه؟ المستطيلات. علشان اجيب هو عاطيني مجموعه الايه؟ مجموع 3 من الاربع ابعاد دول، مجموع طول وعرض وارتفاع، مجموعهم 15. خلاص، يبقى مجموع اطوال احرفه. عشان هجيب مجموع اطوال احرفه هضرب ال 15 في الاربعه. هضرب ال 15 في كام؟ في 4. اقول له 15 في 4 بكام؟ ب 60 سنتيمتر. تمام. يبقى تاني هما 3 ابعاد طول وعرض وارتفاع. ال3 ابعاد دول متكررين في متوازي المستطيلات 4 مرات. ليه؟ لان هم 12 حرف. ال3 ابعاد متكررين 4 مرات. عشان اجيب مجموع اطوال الاحرف ده هم دي هضرب ال 15 في 4 يديني كام؟ يديني 60. تمام قوي. مساحه سطح الهرم الرباعي، احنا عارفين ان الهرم الرباعي قاعدته مربعه الشكل، يبقى بيساوي مساحه القاعده مربعه اهي زائد 4 في مساحة الوجه الواحد اللي هو مين؟ الوجه الواحد اللي هو عبارة عن مثلث. طيب، انعكاس النقطة -2 و3 في محور اكس. في محور اكس يعني -2 دي مش هتتغير، اللي هيتغير هي إشارة ال3، فهتبقى -2 و3. 30 على 9 في أبسط صورة. 30 دي تقبل اسم على 9؟ لأ. طيب 29 تقبل اسم على 9؟ لأ. 28 تقبل اسم على 9؟ لأ. 27 تقبل اسم على 9؟ فيها كام يا ميس؟ فيها ال3. وهيتبقى من 30 كام؟ 3، لأن 30 لما اشيل منها 27 هيتبقى 3 واقسم على 9، يبقى فيها ال3 ويتبقى 3 على كام؟ على 9. دي طريقة تبسيط الكسور يا ولاد. 24 على 4 على 12 فيها ال 24 اهي زي ما هي، والعلى هخليها فيه وهشقلب الكسر هيبقى 12 على 4، ونختصر زي ما قلنا بسط مع مقام. تمام. على 4 فيها الواحد، على 4 فيها الستة في 12 بكام؟ ب 72. خلاص، لازم نحطها في ابسط صورة. السؤال الثالث اختار الإجابة الصحيحة. قيمة ب% من 120 بيساوي 36. كام في المية من 120 بيساوي 36؟ هنا هقوم قسم 36 على 120 واضربيهم في 100 عشان اجيب كام في المية. تمام. شيل الصفر قصاد الصفر. على 12 فيها الواحد، على 12 فيها التلاتة في 3 في 10 ب30. المفروض ان هي على 100 يعني 30 في الايه؟ في المية. الإجابة الأولى. عدد خطوط التماثل للمثلث المتساوي الأضلاع 3 خطوط، لأنه مثلث متساوي الأضلاع. النسبة 3 إلى 7 تكافئ النسبة، أو أسفل النسبة 7 إلى 3، المفروض بقراها من الشمال. 7 إلى 3 تكافئ النسبة 21 إلى إكس، فإن إكس بيساوي ال7 بقت 21. عملناها إيه؟ ضربناها في 3. يبقى ال3 لما نضربها في 3 يبقى الإكس بكام؟ ب9. خلاص. وبرده هنا الإجابة غلط، يعني ده السؤال ده هو متكرر تاني بنفس الإجابة الخطأ بتاعته. هي الإجابة الصح هي 9.
6 على 2 على تلت، 6 على 2 زي ما هي اهي، على تبقى فيه التلت تبقى 3 على 1، ونختصر مفيش اي اختصارات خلاص، لان التلاتة من الاتنين مفيش بينهم اي اختصارات. هضرب 3 في 6 بكام؟ ممكن نختصر الاتنين مع ال6 عادي، على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها التلاتة، 3 في 3 ب9، يطلع الناتج 9. الإجابة الأخيرة. الكسر 2 زائد تمن يكافئ 2 زائد تمن يكافئ 2 زائد تمن يعني 2 وتمن. بترفع الكسر، الاتنين في 8 ب16 وواحد، يبقى 17 على 8. الإجابة التانية. النقطة سالب 7 و2 تقع في الربع، سالب 7 و2 تقع في الربع، الإكس سالبة والواي موجبة، يبقى ده الربع الثاني. خلاص. كتب معاذ 660 كلمة في نصف ساعة، فإن معدل الكتابة في الدقيقة، نصف ساعة كام دقيقة؟ 30 دقيقة، يبقى 660 على 30، لأن الساعة 60 دقيقة نصهم 30. فإن معدل الكتابة في الدقيقة الواحدة، يكتب قد إيه في الدقيقة؟ هنقسم دي على دي، 66 على 3 فيها 22، يبقى معدل 22 كلمة لكل دقيقة. طبعا هنا برضو الإجابة مش صح، هنا الإجابة الصحيحة تبقى 22 كلمة في كل دقيقة. هنقسم 660 على النص ساعة اللي هي 30 إيه يا ولاد؟ 30 دقيقة. تمام. هنكمل مع بعض السؤال الرابع. أجيب عما يأتي مع ثريا 24 تفاحات وأعطت أختها ربع ما معها من التفاح، احسب النسبة بين ما مع ثريا وأختها. عشان أجيب النسبة الأول لازم أعرف ثريا أختها معاها كام، يبقى هقول له ما مع الأخت بيساوي، هقسم 24 على 4 فيها كام؟ 6 تفاحات. حلو، انا كده جبت اللي مع اختها، يبقى بيقول لي احسب النسبه بين ما مع ثريا واختها. بدأ بثريا الاول، ثريا معاها كام؟ 24، اختها معاها كام؟ 6. طبعا ال 24 تبقى الاسم على 6، فانا هقول له هنا بالاسم على 6. 24 على 6 فيها كام؟ فيها 4. 6 على 6 فيها الكام؟ فيها الواحد. بمنتهى البساطة. في أحد مسابقات الجري جرى حسام 360 متر في 3 دقائق، بينما جرى أحمد 480 متر في 6 دقائق، فأي منهما جرى بمعدل أكبر في الدقيقة؟ طبعا دي متكررة، السؤال ده هو متكرر، حلناه قبل كده في إيه؟ في فيديو سابق. خلاص هنعيده تاني. جرى حسام 360 متر في 3 دقائق. خلاص يبقى 360 معدل جري حسام، هكتب كده معدل حسام في الجري يعني 360 على 3، وبقسم على 36 على 3 فيها ال 12 وبحط الصفر، 120 متر في الدقيقة الواحدة. تمام. معدل تاني أحمد 480 على 6، 48 على 6 فيها ال8 وبحط الصفر، 80 متر في الايه؟ في الدقيقة. طيب اللي بيجري 120 ولا اللي بيجري 80؟ لا اللي بيجري 120. يبقى في اي منهما جرى بمعدل اكبر في الدقيقة لازم نكتب ونقول يا ولاد احمد لا حسام الاول، حسام جرى بمعدل اكبر، لازم اكتب الاجابة دي عشان اخد الدرجة كاملة. باستخدام عامل التحويل، اذا كانت كتلة منال 20557 جرام فإن كتلتها بالكيلو جرام بيساوي. طيب الكيلو جرام بيساوي 1000 جرام. طيب كتلتها كام؟ جايب كتلتها بالجرام صح؟ 20557 هو جايبها بالجرام، يبقى أنا هكتب الجرام تحت، ده في جرام، ده جرام طبعا، هو هكتب الجرام تحت اللي هو 1000 جرام عشان هو جايبها بالجرام، وهكتب الكيلو جرام فوق اللي هو 1 كيلو جرام. تمام. تمام. طبعا هنا كأن انا بقسم على 1000، كأن العدد ده اهو مقسوم على 1000، فهيبقى حط علامة عشرية بعد 3 ارقام، فيبقى 20 كيلو وحط العلامة العشرية و557 كيلو جرام من 1000. تمام. سقف منزل على شكل هرم رباعي، طول ضلع قاعدته المربعة 6 متر وارتفاع اوجه المثلثه 3 متر، احسب مساحه سطح المنزل. لسه قايلين ان مساحه الهرم الرباعي بيساوي مساحه القاعده المربعه الاول اللي هي طول ضلعها 6، يبقى 6 في 6 ب 36 متر مربع، ولازم اكتب التمييز بتاعي. طيب بعد كده هجيب مساحه الوجه المثلث، خلاص،
نص القاعدة في الارتفاع يبقى نص في 6 في 3 على 2 فيها الواحدة، 2 فيها 3 في 3 ب9 متر مربع. طيب ده وجه واحد يا مس، هم 4 أوجه لأن القاعدة مربعة، يبقى مساحة الأوجه المربعة الأوجه المثلثة الأربع أوجه، مساحة الأربع أوجه المثلثة كلها الأربعة، مساحة الأربع أوجه بضرب الأربعة في 9 ب36 36 متر مربع. هرجع أقول مساحة الهرم بقى، مساحة الهرم بيساوي مساحة القاعدة المربعة 36 زائد مساحة الأوجه المثلثة اللي هما الأربعة زائد 36 6 و6 12 2 وبطلع بالواحد 1 و3 4 و3 4 و3 7 يبقى 72 متر مربع. بمنتهى البساطة هناخدها جزء جزء. هندخل بقى على الامتحان أو النموذج ال16 كمان ناخده معانا. احنا حلينا كده النموذج ال15 اهو، كان في معلش شويه لخبطه شويه بسيطه، لكن هندخل بقى ان شاء الله في النموذج رقم 16 مع بعض كمراجعه بقى نهائيه قبل الامتحان. مقلوب العدد 36 هو 36 مقلوب العدد يبقى 3 على 6. في ابسط صوره هنختصر على 3 فيها الواحد على 3 فيها الاثنين يطلع نص. طبعا هنا مفيش نص يا مس، يبقى هنا برضو معلش هنا ملخبط شويه، هنا مفيش نص خلاص. يبقى المفروض الاثنين دي كانت تبقى نص، تمام، عشان يبقى الاجابه بتاعت صح. 45% اللي هي 45 على 100، لما هقسم على الخمسة 45 على 100 فيها التسعة، 45 على 5 اسفه فيها التسعة، 100 على الخمسة فيها ال20 يطلع الناتج 9 على 20 في ابسط صوره. أي مما يلي لا يمثل معامل تحويل. 6 متر و600 سنتيمتر، لا ده ممكن نقول عليه بس دي 6 ودي 600 لازم يكون واحد قصاد حاجة قصاد 100 مثلا، 1 سنتيمتر قصاد 10 ملي متر. لا يمثل اللي احنا عايزين هنا يمثل. ده كده معامل تحويل وده كده معامل تحويل وده كده معامل تحويل. الذي لا يمثل معامل تحويل هو الأخير ده. هو ليه يا مس؟ لان متر وسنتي مش 30، لا ده اصلا المتر 100 سنتي، فهو هنا كاتب 30 فتبقى غلط. يبقى ده الاجابه الصحيحه اهي. حجم متوازي الموصلات مساحه القاعده في الارتفاع، تمام. النسبه المكافئه للنسبه 4 على 6 مما يلي. 4 على 6 هي المكافئه يعني بيساويها 10 إلى 15. هنحط كل النسب دي في ابسط صوره عشان نشوف المكافاه ليها او اللي بيساوي 10 إلى 15. لو قسمت على 5 يبقى فيها الاثنين الى 3. حط لي دي كمان على 2 او حطها في ابسط صوره برضو هتبقى 2 إلى 3. يبقى دي بتكافئها لما احطها في ابسط صوره، لان برضو ال4 على 6 دي لازم نحطها في ابسط صوره يا ولاد خلاص. فهتبقى 2 على 3 اللي هي 2 إلى 3 اللي هي دي، ودي كمان 2 إلى 3 برضو دي كمان بتكافئها. نحط دي كمان في ابسط صوره على الستة فيها على الستة فيها الاثنين على الستة فيها التلاتة، يبقى دي كمان بالكفاءة. يبقى الإجابة الصحيحة كل ما سبق. خلاص. هرم مربع طول ضلع قاعدته 6 سم، ارتفاعه الأوجه المثلثة فيه 3 سم، فإن مساحة السطح بتساوي طول القاعدة المربعة اللي هي 36، 6 في 6 ب36 حلو، زائد 4 في مساحة الوجه المثلث اللي هو نص في القاعدة في 6 في 3، نص القاعدة في الارتفاع، على 2 فيها الواحد على 2 فيها الاثنين في 2 في 6 ب12 في 3 ب36 يعني 36 زائد 36. ده بالظبط نفس اللي احنا لسه حلينها في السؤال الايه في النموذج اللي فات، بالظبط نفسها. يطلع كام؟ 72 سنتيمتر مربع. 1.9 في 1.5 أكبر ولا أصغر ولا أقل من 1.9 في 15%. هنا الناتج هيطلع علامة بعد رقمين. خلاص. هنا الناتج هيطلع فيه علامة بعد 3 أرقام. لا اللي بعد رقمين خلاص هتبقى أصغر من اللي بعد 3 أرقام، أكبر من اللي بعد 3 أرقام، فيبقى أكبر من. السؤال انعكاس النقطة في المحور واي اللي هي 3، فاللي بتتغير الاكس، فيبقى 2 و3 تفضل زي ما هي عشان انا بعمل انعكاس في واي.
12.5 على 5 بيساوي، انا لازم اتخلص من العلامة العشرية في المقسوم عليه، فانا عشان اشيل العلامة ده بضرب في كام؟ في 10. بضرب في 10 العلامة تيجي هنا هتطير، بضرب في 10 العلامة تيجي هنا هتطير، يبقى 125 على 5. النسبة بين مساحة السطح المكعب إلى مساحة الوجه الواحد. مساحة السطح المكعب مساحة الوجه في 6، مساحة الوجه في 6 يبقى 1 في 6، يبقى النسبة إلى مساحة الوجه الواحد يبقى هتبقى 6 إلى 1 يا ولاد، هتبقى 6 إلى 1. معادلة التحقق من مسألة ده اهي، 2 على 2 على 3 بيساوي 3. عايزين نعمل لها معادلة تحقق اللي هي هتبقى 2 على 3 هضربها او هقسمها على 3 ده اهي عشان تديني 2. خلاص، يبقى هنا معادلة التحقق هتبقى 2 على 3 على، لا اسفة، في 3 هتديني كام؟ هتديني 2. النسبة المئوية التي تمثل 750 جنيه من 1000 جنيه تساوي النسبة المئوية، فهقسم 750 ده هم على 1000 واضرب في 100 عشان اجيب النسبة المئوية. صفر قصاد صفر، صفرين قصاد صفرين، فتبقى 75%، معروفة اصلا 75%. خلاص، اذا كان 9 إلى 3 بيساوي ام إلى 21، فإن الام بيساوي التلاتة بقت 21 ضربناها في 7، فأنا هضرب ال7 في 9 بكام؟ ب63. إذا كان حجم متوازي مستطيلات 300 سنتيمتر وتمت مضاعفة بعدين من أبعاده، فإن الحجم الجديد مضاعفة بعدين بس. حجم متوازي مستطيلات 300 سنتيمتر، الحجم 300 سنتيمتر، أما ضاعف بعدين يعني بضرب كل بعد في 2، فانا هضرب ال 300 ده هم في 4 عشان يبقى 2 في 2. خلاص، يبقى انا هقول له 300 في كام؟ في 4. 3 في 4 ب 12، نحط الصفرين، 1200 سنتيمتر مكعب. س م تكعيب. خلاص يا ماس، انت بتعملتي كده ليه؟ لان هو بيقول لي مضاعفه بعدين 2 بس، مضاعفتهم يعني بضربهم كل واحد بضربه في 2 والتاني بضربه في 2، 2 في 2 ب 4، يعني انا هضرب في 4. تمام. خارج القسم ده هنا انا زي ما اتفقنا ما ينفعش اقسم على عدد فيه علامه عشريه، لازم المقسوم عليه ما يكونش فيه علامه عشريه، فانا هضرب في 10 عشان اطير العلامه العشريه دي، تيجي هنا هتطير العلامه دي لما اضربها في 10 تيجي هنا، فهيبقى 36.6 على 3. 36.6 على 3، وهرجع اقسم 3 على 3 فيها الكام؟ فيها الواحد. 6 على 3 فيها الاتنين، قابلتني العلامة بحطها، 6 على 3 فيها الاتنين، يطلع الناتج 12.2. السؤال اللي بعده، الإحداثي إكس في الزوج المرتب هيبقى 7. سهل أوي. 5 لتر بيساوي كام سنتيمتر مكعب؟ اللتر ده هو يا ولاد بيساوي، اللتر الواحد بيساوي 1000 سنتيمتر مكعب. اللتر بيساوي 1000 سنتيمتر مكعب، اللتر الواحد بيساوي 1000 سنتيمتر مكعب. خد بالك، فيبقى ال5 لتر ب5000 سنتيمتر مكعب. عدد ارتفاعات المثلث القائم الزاوية، أي مثلث عدد ارتفاعاته 3، قائم بقى منفرج حد أي حاجة. عدد الأزواج المرتبة التي تساوي الزوج المرتب 6 و5. عدد الأزواج المرتبة تمام التي تساوي الزوج المرتب 6 و5، كام زوج مرتب يساويه؟ خلاص، واحد بس، لأن هو 6 و5 هي 6 و5 اسمه زوج مرتب، يعني ما ينفعش ألخبطهم، فهو 6 و5 بيساوي 6 و5، ما ينفعش أقول بيساوي 5 و6، فيبقى زوج واحد بس. مساحة سطح المكعب الذي طول حرفه 3، مساحة سطح المكعب بتساوي مساحة الوجه في 6، فيبقى مساحة الوجه اللي هي 3 في 3 واضرب في 6 عشان اجيب ايه؟ مساحة سطح المكعب كله. 3 في 3 بكام؟ ب9. 9 في 6 بكام؟ ب54، اللي هي الإجابة الأخيرة. أي زوج مرتب يمثل في المستوى الإحداثي ب بكام؟ بأي زوج ممثل أو أي زوج مرتب يمثل في المستوى الإحداثي بواحد بس بنقطتين، هو المفروض بإيه؟ بنقطتين اللي هي الاكس والواي. اي زوج مرتب هو عباره عن اكس وواي، فبيمثل في المستوى الاحداثي بنقطتين ب2. الزوج المرتب نقط و9 بيساوي الزوج المرتب 7 و9.
لان دي 7 هنا، دي 7 حط هنا 7، دي 9 حط هنا 9، يبقى 7 و9 اللي هي دي اخر واحده. تمام، ده بالظبط نفس السؤال اللي هو بتاع عدد الازواج المرتبه التي تساوي الزوج المرتب ده. السؤال الرابع، تحتاج هبه الى 6 اكواب من الدقيق لكل 3 كوب من السكر وتصنع كيكه. احسب عدد اكواب الدقيق اللازمه اذا تم استخدام 6 اكواب من السكر. 6 على 3 بيساوي السكر تحت، يبقى 6 كام كوب؟ هتحتاج كام كوب؟ وقلت 6 في 6 على 3، يبقى عدد الاكواب دقيق اهي، بكتب كده عدد اكواب الدقيق بيساوي 6 في 6 على 3، 6 في 6 وبقسم على 3، على 3 فيها الواحدة، 3 فيها الاتنين، الاتنين في 6 ب 12 كوب. خلاص. اوجد حجم المنشور. طبعا المنشور زي ما اتفقنا له كام له كام وجه؟ هنا 1 2 وجهين مثلثين، و1 2 3 وثلاث اوجه مستطيله، فيبقى مساحته هنا او حجمه اسفه. خلاص تمام. طيب هو يقصد هنا المساحه، ما يقصدش الحجم، لان انتوا ما عندكوش الحجم. خلاص، المساحه بجيب مساحه كل وجه لوحده وفي الاخر بجمعه. يعني المثلث ده هو مساحته بيساوي مساحه المثلث اللي ورا، فمساحه المثلث ده هتكون نص القاعده في الارتفاع، نص القاعده 6، ال6 في 5 بكام؟ ب30، يبقى ده مساحته كام؟ 30 سنتيمتر مربع. يبقى ده كمان مساحته كام؟ 30 سنتيمتر مربع. يبقى انا هقول مساحه الاوجه المثلثه بيساوي نص القاعده في الارتفاع، نص 12 في 5 يطلعوا 30. مساحه الوجه اللي هو المستطيل اللي فوق ده اهو، خلاص، دي 12، ده مساحته دي 10 سنتي، تمام، ودي كده 5 سنتي اللي هو المستطيل اللي تحت، يبقى مساحته ده اهو 50. ده كده مساحته كام؟ 10 في 5 ب50، 50 سنتيمتر مربع. ده طول ضلعه 12. خلاص، ده كده طوله 12، عرضه 10، 12 في 10 ب120 سنتيمتر مربع اهو. هيتبقى اللي فوق، بس اللي فوق هيبقى برضو طوله هنا 10، طوله 10 وعرضه 10 سنتي، تمام، لكن طوله ما قاليش طوله هيبقى كام. هو هنا ما قاليش طوله هيبقى كام، المفروض يديني الطول ده اهو، المفروض هو يديني الطول ده اهو. فهيبقى عندي مساحه السطح ده اهو اللي فوق، اجمع كل المساحات دي هتديني مساحه الايه؟ المنشور. لكن هو هنا المفروض يديني مساحه، هو عاطيني العرض ما ادانيش الطول. خلاص، هنا دي 120 سنتي، دي اسفه 12 سنتي، تمام، مش شرط دي تكون 12 سنتي، ده كده 10، دي كده 10، ده 10. خلاص اتفقنا ده 10، احنا ناقصنا بس الطول ده هو يا ولاد عشان نجيب المساحه. خلاص، اجيب مساحه كل وجه واجمعهم على بعض يديني مساحه الايه؟ المنشور. تمام. السؤال رقم 3، مع احمد 240 جنيه اعطى اخته 25% من المبلغ الذي لديه، فاوجد المبلغ الذي اعطاه لاخته. يعني المبلغ لاخته بيساوي 25% اللي هي 25 على 100 في 240 اللي هو المبلغ اللي مع احمد، شيل صفر قصاد صفر، على ال5 فيها ال2، على ال5 فيها ال5، على ال2 فيها ال1، على ال2 فيها ال12، ال5 في 12 ب60 جنيه، يبقى هو ادى لاخته 60 جنيه. خلاص، على مستوى احداث ذو البعدين ارسم الشكل CBA. تمام. الله أكبر الله. بيقول لي ارسم في المستوى الاحداثي CBE الشكل CBE حيث الاي ب1 و2. تمام، تعالوا كده نشوف نرسم ازاي. ادي المستوى الاحداثي عندي اهو، الاي اسفه 2 و1، 2 و1، المفروض اقرا من الشمال يا ولاد، 2 و1 يعني الاكس ب2 والواي ب1، 2 اهي قصادها فوق 1 اهو، دي الاي. طيب البي ب2 و6، 2 و6 اهو، باجي فوق كده نفس الخط اهو، الاتنين اهي فوق بطلع فوق على نفس الخط، وادي 6.
ادي قصدي الايه النقطة التانية اللي هي البي اهي. طيب السي ب5 و6، ب5 اهي فوق قصاد ال6 بطلع لفوق فوق اهي قصاد ال5 قصاد ال6 وبرسم الايه السي. طبعا هو بما ان هو بيقول لي ارسم الشكل فانا هنا هوصل الشكل ببعضه المفروض كده، وطبعا بوصل بالمسطره وزي كده برسم في الامتحان بالقلم الرصاص والمسطره يا ولاد، وبرجع اوصلهم مع بعض. الشكل بتاعي عباره عن ايه؟ ممكن بيقول لك اكتب اسم الشكل. الشكل عباره عن مثلث نوعه ايه؟ مثلث قائم الزاويه، قائم الزاويه. تمام كده بقى انا حليت معاكم الايه النموذجين ال15 وال16. ان شاء الله نحل ونكمل مع بعض ال17 وال18 في الفيديو القادم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.